طبعا هو النظام الغذائي النباتي بيعتمد بشكل اساسي على النباتات من اسمه طبعا، او المصادر النباتيه للغذاء كمصادر اساسيه للتغذيه في جسمنا. نعم. هو مش نوع واحد في الحقيقه. بيتدرج النظام النباتي بالنظام النباتي المعتدل، اللي هو بيمتنع فيه الشخص عن تناول اللحوم بانواعها، اه. فبياخد معظم اكله من مصادر نباتيه زي البقول، زي الخضروات، زي الفواكه، امم. وبياخد معاها بعض من المصادر الحيوانيه زي البيض وزي الالبان. اه. ونبدا نتدرج بقى في الشده بتاعت النظام النباتي. طبعا بننتقل بعد كده للنظام النباتي الحصري، واللي يعني اللي بيمتنع في الشخص عن اي مصدر من المصادر الحيوانيه، حتى العسل. مفيش ياه. لحوم، مفيش بيض، مفيش البان، مفيش عسل، حتى الجيلاتين اللي ممكن يكون بيدخل في بعض الاغذيه امم. ده ما بيكونش موجود، وصولا لبعض الانواع المتطرفه من الانظمه النباتيه زي الرو فيجن دايت او النظام النباتي اللي بيعتمد على الاكل الني. حتى نقول هتاكل الخضروات والفاكهه والمصادر النباتيه اه. لكن حتى ما تطبخهاش، وده نظام متطرف شويه من الانظمه النباتيه.